إيه اللي ممكن يحصل لو اكتشفنا إن الجبال اللي بنشوفها كل يوم هي في الحقيقة وحوش عملاقة نايمة ومستنية اللي يصحيها؟ وهل ممكن قصة خيالية بنحكيها للأطفال تطلع هي الحقيقة الوحيدة اللي الحكومة بتحاول تخبيها؟ انضموا لينا في رحلة مع نورة وهي بتواجه كائن ما بيقفش قدامه رصاص ولا صواريخ، وبتحاول تحل لغز ملك الترول قبل ما يدمر العاصمة أوسلو باللي فيها. الأسطورة بتقول إن في 13 ترول اتجمعوا هنا زمان عشان فرح، بس سكروا لدرجة إنهم نسيوا الوقت وتحولوا لجبال. نورة شايفة إنها كبرت على الحكاوي دي، وده زعل توباياس اللي فكرها إنك لازم تؤمن بالحاجة عشان تقدر تشوفها. بعد 20 سنة على ساحل المحيط الأطلنطي في شمال غرب النرويج، نورة بقت عالمة حفريات في رحلة تنقيب مع فريقها. معظمهم كان خلاص هييأس لأنهم ملقيوش حاجة بقالهم 6 شهور والميزانية بتخلص، بس نورة كانت عنيدة ومكملة. إصرارها جاب نتيجة ولقت جمجمة ديناصور، والفريق عمل حفلة عشان الإنجاز ده. في نفس الوقت في جبال دوفري في مجموعة إنشاءات شغالين بيبنوا سكة حديد جديدة عن طريق الحفر في وسط الجبال. الموضوع ده لفت نظر نشطاء كتير ضد تدمير الطبيعة كده، بس وجودهم ما كانش له لازمة ومحدش اهتم بيهم. لما المتفجرات اشتغلت أخيرا عشان يبدأوا النفق، في حاجة من أعماق الجبال ظهرت وسببت انهيار. مش كل العمال قدروا يهربوا بسرعة كفاية. الحادثة دي والنشاط الزلزالي اللي سببته لقطوا الجيش النرويجي فوراً وبعتوا طيارة استطلاع عشان يشوفوا فيه ايه. سيجريد كانت مسؤولة عن الكاميرات في الطيارة دي، وبسرعة جمعت لقطات ورتها للقادة بتوعها، واللي قرروا ان الموضوع كبير لدرجة انهم لازم يبلغوا رئيسة الوزراء بيرت. وهي في طريقها للقاعدة، بيرت عرفت بكل الدمار اللي سببته قوة مجهولة وشافت الصور، ومستشارها أندرياس شاف إنها شبه آثار أقدام. بيرت شافت الموضوع مضحك بس مش واقعي، وإدت أندرياس مهمتين: يبعد الصحافة عن المعلومات دي ويلاقي خبراء علميين يقدروا يساعدوهم في المشكلة دي. بعد لحظات هليكوبتر راحت خدت نورة من وسط حفلتها وطلبوا منها تيجي معاهم عشان موضوع أمن قومي. أندرياس رحب بنورة في القاعدة ووداها اجتماع سري، وهناك كانت بيرت وأهم القادة العسكريين وشوية علماء بيناقشوا الأسباب المحتملة للحادثة اللي في الجبل. لما نورة قدمت نفسها كعالمة حفريات، محدش خدها بجدية لأن الديناصورات انقرضت، فمستحيل تكون هي السبب. ورغم إن الفريق لسه ما استبعدش هجوم عسكري من دولة تانية، التقارير لحد دلوقتي كانت بتقول إن السبب جيولوجي. ظهرت صور على الشاشة بتبين حفر وعلامات في الأرض، وده خلى العلماء يقولوا نظريات زي فجوات أرضية أو جيوب غاز تحت الأرض. نورة قطعت كلامهم وقالت إن الحفر دي آثار أقدام واضحة، بس تاني محدش خد كلامها بجدية لأن آثار أقدام معناها وحوش، ودي فكرة غبية. قطع الكلام ده سيجريد اللي اخترقت موبايل واحد من النشطاء ولقت فيديو لايف للحادثة. الدمار كان مرعب، وقبل ما الباقيين يرجعوا لنظريات الغاز، نورة خلت سيجريد تشغل الفيديو تاني وبالراحة المرة دي. كان في صوت زئير واضح في الخلفية شبه الحيوانات، وفي الضلمة وسط الصخور اللي بتقع كان في شكل بشري ضخم وغامض. في نفس الوقت في منطقة ليسيا، زوجين عجايز استغربوا من الكلب بتاعهم اللي مش راضي يبطل هوهوة. فجأة البيت كله بدأ يتهز، فالعجايز جريوا يستخبوا في البدروم قبل ما كل حاجة تتهد والنور يقطع. لما الهزة وقف، خرجوا لقوا بيتهم متدمر تماما، بس على الأقل الكلب كان كويس. رجعنا للقاعدة، القادة لسه رافضين يصدقوا إن آثار الأقدام دي لكائن عملاق، ونورة وضحت إن أيا كان الكائن ده هم محتاجين يتحركوا ضده بدل ما هم قاعدين بيتناقشوا بقالهم ساعات. بيرت أعجبت بشخصيتها وعينت نورة مستشارة علمية رسمية، وطلبت منها تروح مع أندرياس لليسيا يشوفوا آخر حادثة. في الهليكوبتر، أندرياس سأل نورة هي إزاي بقت عالمة حفريات، فحكت له إنها بتحب الطبيعة من صغرها، وحبها للقصص الخيالية اتطور وبقت تدور على وحوش حقيقية تحت الأرض. والدتها ماتت وهي عندها 10 سنين، ووالدها كان بروفيسور في الأساطير والفولكلور، بس كل ما كان بيكبر كان بيفقد القدرة إنه يفرق بين الحقيقة والخيال، وده السبب اللي خلى نورة ما شافتش توباياس من سنين. أندرياس اعترف إنه عايز يبقى كاتب ومتحمس لاحتمالية إن الحادثة دي وراها أسباب خارقة للطبيعة، بس نورة قطعته لما وصلوا لمكانهم وانصدمت من شكل الدمار اللي في الأرض.
الجيش كان مأمن المنطقة، ونورا استقبلها القبطان كريستوفر اللي وراهم الآثار اللي جاية من عبر النهر وداخلة الوادي، وبعدين كملت 2 ميل جنوب في الجبال. وفجأة وقفت. العساكر مسحوا المنطقة كلها بس ما لقيوش أي أدلة تانية. نورا سألت الزوجين العجايز شوية أسئلة، بس هم ما شافوش كتير لأن شكل ضخم بيتحرك كان حاجب الشمس. بس هم سمعوا حاجة، عواء عالي صوته حزين جدا. بعدها نورا بصت بتركيز على الدمار ولاحظت ريحة غريبة وقوية جدا، وقررت تسميها طبيعة فائقة. استخدمت برضو كشاف UV عشان تدور على آثار بيولوجية، بس ما لقيتش غير طين وحجارة. نورا طلبت يودوها المكان اللي الآثار وقفت عنده، والماسح الحراري ما بيظهرش أي علامة للحياة، مجرد جبال. وبما إن الكائن ده ضخم جدا إنه يستخبى أو يختفي، نورا استغربت لو كان بيقدر يعمل تمويه. بدأت تطلع نظريات بس لسه مش متأكدة، فخدت كريستوفر وأندرياس عشان يقابلوا توباياس اللي خرج بسلاح لما شاف غرباء في أرضه، خصوصا عسكري مسلح. بعد ما نورا خلته يعرف إن دي بنته اللي ما شافهاش من سنين، توباياس وافق يدخلهم بس لازم يلبس بنطلون الأول. بيت توباياس كان مليان ورق وأبحاث بتبين هوسه بالترول. نورا وقفته عن الكلام في نظرياته إنهم حقيقيين وإن الشهود بيتم إسكاتهم، وطلبت منه يركز في الفيديو اللي وريتهوله، وشرحت إنها شايفة إن شغله القديم ممكن يكون فيه أدلة. مفيش حد عارف الجبال دي أكتر منه، بس توباياس شايف إن الفيديو ده بيثبت إن نظريته صح. ولما نورا قالت إن العلماء كانوا لقوا حمض نووي لو الترول موجودين فعلا، توباياس فكرها إن نشر المسيحية في النرويج قضى على كل الكائنات الأسطورية، ولما كان هيكشف الحقيقة دخلوه مستشفى المجانين. هو شايف إن المسؤولين دايما عارفين، والقصص الخيالية اتكتبت عشان تطلع الترول أشرار وأغبياء، وهم في الحقيقة أذكياء جدا. نورا ما كانتش مصدقة اللي بتسمعه، بس توباياس كان متحمس جدا وانضم للفريق عشان يكملوا التحقيق. لما وصلوا للمكان اللي الآثار وقفت فيه، توباياس لاحظ فورا إن شكل الأرض غلط وما بيطبقش الخرايط، ووضح إن دي مغامرة تانية مع بنته. بس نورا ما كانتش عايزة الموضوع يقلب صلح. فجأة ريحة الطبيعة الفائقة خبطت في مناخيرهم، والسما ضلمت، والجبل اللي وراهم فتح عين، وطلع إن الأب والبنت الاتنين صح. الكائن فعلا ترول، وقدرته على التمويه خلته يتظاهر إنه جزء من الجبل، وده اللي يفسر ليه تضاريس الأرض كانت غلط. الترول وقف وبان جسمه الضخم وزقر فيهم، فالفريق جرى للهليكوبتر عشان يهربوا. قدروا يصوروه، ولما القاعدة وصل لها البث ما قدروش ينكروا الحقيقة أكتر من كده. كريستوفر خد المجموعة للمعسكر العسكري بتاعه عشان يكلم القاعدة ويبلغهم باللي عرفوه. نورا كملت تستخدم كلمة كائن مجهول عشان ما تطلعش مجنونة، بس توباياس قطع كلامها وقال للكل إنه ترول وصحي بسبب الإنشاءات اللي في الجبل، واللي توباياس بيعتبرها استهزاء بالطبيعة. القادة افتكروه مجنون وطردوه، ولما نورا طلبت وقت أكتر محدش سمعها. كانوا خايفين على أمن بلدهم وهيجهزوا عملية عسكرية. بعدها نورا كانت غضبانة من أبوها إنه بوظ كل حاجة وعايزة تمشي، بس توباياس غير رأيها لما شرح لها إنه عارف إن دي مش قصة خيالية، وده مش ترول هيرجع بأسلحة وشمس وخلاص. الترول صحي لوحده وخايف، والأسلحة هتخليه يتعصب أكتر. ده غير إن الطبيعة دايما بتنتقم. نورا وافقت إنه صح وقعدت، ودلوقتي المهم تقنع كريستوفر ياخدهم معاه. هو رفض في الأول، بس بعد ما نورا رجته وافق يخبي الثلاثة في الهليكوبتر بتاعته بشرط يتبعوا أوامره. الليل دخل على منطقة هيدال، والعملية العسكرية كلها وصلت هناك، وهم مستنيين الترول يظهر. توباياس ونورا افتكروا القصص اللي كانوا بيحكوها زمان، والاتنين اتصالحوا أخيرا. الترول ظهر بعدها بشوية، ولما قرب كفاية وقف، وتوباياس كان متأكد إنهم عارفين إنهم هناك. العساكر بدأوا يضربوا نار متجاهلين تحذيرات توباياس إن ده هيعصبه، والرصاص والمتفجرات ما أثرتش وعملت هجوم مضاد زي ما توباياس توقع. الكل بدأ يهرب، والترول بيدمر كل حاجة في طريقه بما فيها الكاميرات اللي كانت بتنقل العملية للقاعدة. الفريق استخبأ ورا شجرة مع عسكري مصاب، ولما كانوا خلاص هيمشوا الترول نزل ومسك العسكري عشان ياكله. توباياس شرح إنه شم ريحة دم الجروح. نورا وأندرياس وكريستوفر كانوا عايزين يهربوا، بس توباياس قرر يقرب من الكائن بأسلوب ودي. ولصدمة الكل الترول وقف ورد على كلام توباياس الهادي بأصوات مسالمة، بس للأسف مش كل العساكر عرفوا الخطة. في عربية نقل فتحت نار تاني، والكائن وهو بيلف يدافع عن نفسه خبط توباياس بالصدفة. نورا جريت لأبوها، وتوباياس همس بكلمات القصر، الملك، البيت، وطلب من بنته تفتكر تؤمن قبل ما يموت. لما رجعوا للقاعدة نورا شغلت نفسها في أبحاث أبوها عشان تنسى الوجع وتلاقي حل. لما أندرياس وكريستوفر راحوا يطمنوا عليها بلغوهم إنهم فقدوا أثر الترول حاليا، بس الجيش بيجهز ضربة جوية. نورا
نورا شايفة إن الهجوم ده هيجيب نفس النتيجة الأول، وده معناه إنهم لازم يفكروا بره الصندوق. الأساطير بتقول إن الترول بيكرهوا الشمس، بس هم شافوه ده في النور عادي. الدليل التاني هو كلام توباياس إنهم اتدمروا بسبب المسيحية، وده أدى لنورا فكرة. كلموا بيرت والباقيين وشرحوا إن القصص بتقول إنهم كانوا بيرموا صخور على الكنايس لما بيسمعوا الأجراس، وده معناه إن الأجراس هي اللي لازم نستخدمها. القادة شافوا الموضوع مسخرة، فكريستوفر دخل فكرهم إن مفيش حاجة نفعت ولازم بدائل، فبيرت وافقت بصعوبة يكملوا الخطة. الترول ظهر بعدها بشوية وهو بيقرب من حديقة هاندرفوزن وسبب ذعر للناس، والكل بيهرب ما عدا بنت صغيرة كانت عايزة تتفرج. ظهرت هليكوبتر فيها كريستوفر ونورا، ومعاهم هليكوبترز تانية شايلة أجراس ضخمة. حصروه وبدأوا يدقوا الأجراس، وطلعت نورا صح. الصوت وجع دونانو، بس هو ما ترددش يهاجم عشان يدافع عن نفسه، وخبط الهليكوبترز وخلاها تقع. ولما واحدة كانت هتقع فوق البنت، الترول مسكها وأنقذها قبل ما يمشي. وبما إن ده حصل في مكان عام، العالم كله عرف بالترول وإنه رايح للعاصمة. نشرات الأخبار في كل بلد غطت الحادثة، والفيديوهات بقت في كل حتة. لما الفريق رجع، بيرت كانت غضبانة وطردت نورا رغم إنها قالت إن الأجراس نفعت. وهي خارجة قابلت كريستوفر اللي قال لها إن بيرت بتغلط وإنه موجود لو احتاجت حاجة. في أوضة الاجتماعات، القادة قالوا لبيرت عن صواريخ خطيرة ما خدتش موافقة رسمية لسه. بيرت ما صدقتش إنها ما كانتش تعرف، وأندرياس قال إن الأسلحة دي ما ينفعش يتوصف حتى، بس انطرد هو كمان. وبما إن محدش واخد كلامه جد، استقال وراح لنورا وقال لها تستعد عشان هيخلوا المدينة. بعدها بشوية بيرت طلعت في التلفزيون بتعلن حالة الطوارئ. نورا وأندرياس كانوا في العربية وزحمة السير وقفتهم، فنورا استغلت الوقت تبص في أبحاث أبوها. الصفحات كانت بتذكر اسم سيندينج وحاجة عن حارس البوابة، فأندرياس قال إنه ممكن يكون ريكارد سيندينج رئيس الخدم في القصر الملكي. نورا افتكرت كلمات أبوها ملك قصر بيت، وعرفت إنهم لازم يروحوا القصر الملكي. أندرياس وداهم هناك والحرس وقفوهم، بس سيندينج دخلهم فورا لأنه كان متوقع توبياس أو حد منه يظهر. شرح إنه كان بيحترم توبياس وإن عناده خلاه يكتشف السر اللي تحت القصر. زمان كان بناء قصر فوق بيت ملك تاني بيعتبر حظ سعيد، وطلع القصر ده مبني فوق بيت ملك الترول. نورا وأندرياس راحوا لنفق مليان عظم ترول، وسيندينج شرح إن المسيحية قتلت كل اللي ضد إيمانهم، وعملوا فخ لعيلة الترول الملكية وسابوا طفل واحد عشان يستدرجوا الملك للجبل ويحبسوه هناك ويموت. من 12 سنة توبياس عرف الحقيقة، وسيندينج وداه المصحة عشان يحمي السر. هو حاسس بالذنب بس شايف إنه صح، وده خلى نورا تتعصب، بس مفيش وقت للخناق. نورا عرفت إن الترول راجع بيته في القصر ولازم يوقفوه، وهي بتبص في العظم لاحظت إن كشاف اليو في بيأذيهم، وده معناه إن حكاوي الشمس كانت صح. هم شافوه في النهار بس ما كانش فيه شمس مباشرة بسبب الغيوم والجبال. أندرياس وضح إنهم ما بيتحكموش في الشمس، بس نورا عندها خطة وكلمت كريستوفر يساعدها يعمل فخ، وهي وأندرياس هيستدرجوا الترول. في الوقت ده الترول وصل المدينة وهجمات الجيش منفعش، فبيرت وافقت على الصواريخ. سيجريد لاحظت إنهم بيجهزوا الصواريخ وبلغت أندرياس عشان يكسبوا وقت. أندرياس طلب منها تخترق نظام الجيش وتوقف الإطلاق، بينما كريستوفر كان بيشغل إنذارات المدينة عشان يلم أصحابه العساكر يساعدوه في الفخ. سيندينج ساعد برضه وطلب من الحرس يحطوا جمجمة ترول على أكبر عربية نقل، ونورا وأندرياس ساقوها عشان يجروا الترول بعيد عن القصر. سيجريد نجحت توقف الصواريخ، ونورا وأندرياس استدرجوا الترول بالجمجمة، وده خلاه يزقر بغضب ويجري وراهم. بعد سواقة جنونية في شوارع أوسلو وصلوا للطريق السريع والجمجمة وقعت منهم. الترول واقف يشيلها وطلع صوت حزين على أولاده، وشاف انعكاسه على مبنى. لما حاول يلمس الإزاز انكسر، والصوت خضه وخلاه يوقع الجمجمة وتتكسر 100 حتة. نورا حست بحزنه إنه الأخير من نوعه. الكائن جري وراهم للانتقام، ونورا كملت خطة الهروب. في القاعدة اكتشفوا اختراق سيجريد وسحبوا منها الكمبيوتر. بعدها بلحظات نورا وأندرياس وصلوا لمنطقة الفخ ونطوا من العربية، والترول داس عليها. حاول يدوس على نورا، بس في اللحظة دي العساكر شغلوا عشرات كشافات اليو في وبدأ جسمه يتحرق. الطيارة اللي شايلة الصواريخ قربت، بس الطيار اتردد لما شاف مدنيين. حصل خناقة في القاعدة، وسيجريد ضربت الشخص اللي مش فارق معاه المدنيين، والعملية اتلغت. بيرت والباقيين شافوا الترول بيموت ببطء، وعساكر كريستوفر بدأوا يحتفلوا، بس نورا ما قدرتش تشوف روح بتتعذب وفصلت الكهرباء عشان تنقذه. العساكر كانوا هيضربوا نار، بس نورا وقفتهم وقربت من الترول بهدوء وطلبت منه يرجع للجبال بسلام. الترول بصلها وفكر في كلامها، وقبل ما
يعمل رد فعل، الشمس طلعت وحرقت الترول لحد ما بقى حطام وصخور، والكل بيحتفل. أندرياس هزر بخصوص اسم المكان، ونورا قررت تسميه صخرة توبياس. بيرت شكرت نورا على شغلها. أندرياس فكر رئيسة الوزراء إنه استقال وهيبقى كاتب، ومشي مع نورا وهو بيسأل لو في كائنات تانية مستخبية في دوفري. وفي أعماق الجبال في حاجة بدأت تتحرك تحت كومة صخور. الطبيعة ما بيستهنش بيها، والأسطورة ساعات بتكون هي الحقيقة اللي بنحاول نهرب منها، بس في الآخر الوفاء للذكرى والإيمان باللي مش شايفينه هو اللي بينقذنا. لو عجبكم ملخص فيلم ترول ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وقولوا لنا في الكومنت تفتكروا الوحش اللي صحي في الآخر ده هيكون بداية لإيه في الجزء اللي جاي. شكرا على المشاهدة. وشرحت إنها شايفة إن شغله القديم ممكن يكون فيه أدلة، بس بعد ما نورا ترجته الصوت وجع